إخواني أخواتي، مرحبا بكم في خبر جديد. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. تخيل أن تذهب إلى السوق لشراء أبسط المواد الأساسية، فتتفاجأ بأسعار مرتفعة بشكل غير منطقي. تعتقد أن السبب هو قلة الإنتاج أو الجفاف، لكن الحقيقة قد تكون أكثر تعقيدا. في الأيام الأخيرة ظهرت معطيات مهمة. مستوردون مغاربة تقدموا بطلب لاستيراد البصل والبطاطس من مصر وتركيا، وذلك بهدف خفض الأسعار وتغطية الطلب في السوق المحلية. لكن المفاجأة، وزارة الفلاحة أبدت تحفظا على هذا الطلب. وهنا يطرح السؤال الحقيقي: هل الاستيراد فعلا سيخفض الأسعار، أم أنه مجرد وسيلة لتحقيق أرباح أكثر؟ المعطيات المتوفرة تشير إلى أمر مقلق. هناك منتجات تستورد بأسعار منخفضة، لكنها تباع للمواطن بأسعار مرتفعة جدا. بمعنى آخر، الفرق في السعر لا يستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب الوسطاء والمضاربين. وليس هذا فقط. في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من ارتفاع الأسعار ونقص العرض، لا يزال تصدير الخضر مستمرا نحو الخارج. والأخطر من ذلك أن المغرب بدأ يفقد بعض أسواقه الإفريقية بسبب المنافسة وظهور بدائل جديدة في تلك الدول. أي أننا أمام وضع معقد: سوق داخلي يعاني وسوق خارجي مهدد. الخبراء يؤكدون أن المشكلة الحقيقية ليست في الإنتاج، بل في الفوضى داخل أسواق الجملة، وكذلك في شبكة الوسطاء التي تتحكم في الأسعار من البداية إلى النهاية. الحل ليس فقط في الاستيراد، بل في اتخاذ قرارات حاسمة، مثل تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار وتقييد التصدير في أوقات الأزمات. في النهاية إخواني أخواتي، القضية ليست مجرد بصل وبطاطس، بل هي اختبار حقيقي لقدرة السوق على حماية المواطن. فهل ستتغير الأمور أم سيبقى المواطن الحلقة الأضعف؟